انت عارف انك ممكن تبني امبراطوريه عقاريه من الولا حاجه؟ كل اللي انت محتاجه انك تأجر شقه مش بتاعتك لناس تانيين، وهتجيب لك الايجار اللي انت بتدفعه لصاحبها مرتين. الموضوع ده متجرب، وانا اعرف حد عنده حوالي 37 عماره متأجرين بالكامل من غير اي راس مال. عارف يعني ايه؟ لو فرضنا ان كل عماره من ال 37 فيها 8 شقق والشقه ايجارها 6000 جنيه بس، يبقى بيجيله اكتر من 1,700,000 كل شهر. كل ده بظرف حصل له ايام ما كان طالب، كان متغرب وفي كليه قمه وما كانش قادر يدفع الايجار اللي عليه، بس هو ما استسلمش وراح دور على شقه كبيره كان ايجارها ساعتها حوالي 3000 جنيه، واستغل طبعا علاقاته بالطلبه الاجانب وقدر يسكن 4 طلاب غيره في نفس الشقه، وكان بياخد من الواحد فيهم 1500 جنيه. كان بيعمل حوالي 3000 جنيه زياده غير ال 3000 جنيه اللي بيدفعهم لصاحب الشقه. فحس ان الموضوع استثمار ناجح، فابتدى يأجر شقه والثانيه والثالثه لغايه ما لقى ان هو بيطلع له من الشقه الواحده حوالي من 10 ل 15000 جنيه. بس هو بقى كان بيحط شويه مميزات زي مثلا بلاي ستيشن، تكييفات، تلفزيون، بيحاول بقى يزود من معدل الرفاهيه لغايه بقى ما قرر ان هو يبدا مشروع عمره، وقرر ياخد قرض بضمان وظيفه اخوه الكبير، واللي دخله معاه شريك واشترى اول شقه ليهم. وبقى المبدا كالتالي: نجيب الشقه ونفرشها احسن فرش ممكن، ونخليها تغطي قسطها بالايجار من الطلبه الاجانب، والزياده نحطها في قسط شقه تانية. وبقى معروف وسط الطلبه الاجانب والخلايجه ان هو احسن واحد عنده سكن للطلبه، وقت ما كان سكن الطلبه دايما متواضع ومش نظيف وما فيهوش معدل الرفاهيه اللي عايزينه، وطبعا مفيش سعر مقابل القيمه اللي عايزينها. النهارده وبعد 11 سنه من بدايه مشروعه بقى عنده حوالي 37 عماره بيدخلوا له حوالي 1,700,000 جنيه في الشهر، وتقريبا 40% من الشقق دي هو مخلص اقساطها. انا عرفت القصه دي منه لما هو تواصل معايا عشان عايز يستثمر في دبي بنفس المبدا. بصراحه انا متوقعه له كمان 11 سنه زي اللي فاتوا، وهيبقى عنده ثروه شبيهه في الامارات وهيبقى ملياردير. قول لي انت بقى بتدفع كام ايجار؟